بسم الله ونصلي على الرسول، ويلا نبدأ مع بعض فيديو حلو ويوم حلو معاكم. يلا اللايك بتاعكم والاشتراك الحلو. تعالي بقى ما نعمل، مش هقول عليه كنتاكي، انا هقول عليه بروست عادي. هو يمشي الاتنين، انتوا اكيد عارفين حاجة زي دي. يلا هاتي معايا بقى كده. انا عملت صدرين اتنين، وعملت جناح تقريبا كان عندي كده فايض. المهم قطعت كل صدر، هو الصدر كله قسمته على 4، قسمته على 6. الجناح والحتتين اللي تحت، وجناح وحتتين تحت، وجناح كمان عملوا معايا شويه حلوين. هاتي بقى كده قطعيهم تقطيع اللي انت عايزاه، وغزغزي فيه بقى عشان ياخد التتبيله دي ويبقى طعمه تحفه تحفه تحفه. انا هنا قطعته كله وحطيته بقى في حاجه غويطه كده. بصي بقى احنا هنعمل ايه. انزلي بقى كده بفصين 2 توم مهروسين. خلاص يلا اللايك بتاعك والاشتراك الحلو عشان يوصلك كل جديد مني، ودعوة حلوة من قلبك. انزلي بقى بشوية انا عندي مرقة بودر، فحطيت منها شوية. سنة زعتر بسيطة زي اللي انا حطيتها دي، يعني نص معلقة. شعرة فلفل اسود. خدي الطريقة دي مني وما تراجعيش ورايا، والله ما هتندمي. شوية الشطة. ده جنزبيل، وده توم باودر، ودي بابريكا، وشوية الملح، يعني فلفل اسود ومرقة وبابريكا. المهم البهارات اللي انا قلتلك عليها، وشوية اللبن بقى. عندك لبن رايب حطي، عندك لبن عادي حطي، ده هينفع وده هينفع. خلي التتبيلة تشرب منه ونزليه كله، حطيه في حاجة وحطيه في التلاجة ساعة 2 3 اي وقت انت عايزاه. قعديها في التتبيلة شوية، كام ساعة تطلع معاكي طعمها احلى. اوريكي دلوقتي القرمشة كلها في ايه، وهي زي بتاعت بره، مفيش اي اختلاف خالص. صدقيني مش هتخسري حاجة، جربيها وهتدعيلي. يلا وصلتي معايا لحد هنا، اكتبيلي بقى في التعليق انت بتستفادي مني ولا لا، وصفتي جربتيها وعجبتك ولا لا. انا دلوقتي جبت طبق، حاولت ان انا البهارات والحاجة اللي انا حطيتها دي تغطيها كلها. فانا اهي حطيتها، هغطيها، حطيها في التلاجة. قعدها، انا عملتها الساعة 2، قعدها للساعة 5 على ما اجي اعملها. يلا بقى انا عامل صوص تحفة قوي. جبت بقى معلقتين 2 كبار كاتشب، نزلت عليهم بمستردة، شوية مستردة كده حلوين زي اللي انا حطاهم دول، معلقة كبيرة مثلا. وشوية اسمه ايه، مايونيز، وشعرة فلفل اسود. بس جربي الصوص ده، تاكليه مع اي حاجة وبطاطس، يودي الطعم في حتة تانية خالص. قلب 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 بقى كل ده مع بعض. شعرة الفلفل الاسود. عندك بقى خيار مخلل، قطعيه حتت صغيرة وحطيه. يلا بقى اما حاجة اللايك بتاعك الحلو. ويلا جهزنا التتبيلة في التلاجة، قعدت فترة حلوة. جبنا الدقيق ده كنت مجهزاه من قبل كده، حطيت عليه شوية جنزبيل. الدقيق ده فيه نشا، دقيق ونشا، والبهارات اللي حطيناها في الفراخ ما عدا الثوم. يلا جبنا قالب تلج وفضيناه في حاجة كبيرة، وحطينا عليه شوية مية. هنحتاجه اول حاجة، اول مرحلة خالص، هنقلب الفراخ كلها في التتبيلة اللي احنا كنا عاملينها. خليها كلها تتقلب تاني تاني، كل مكان فيها يبقى فيها تتبيلة. خلاص لحد كده وكويس. يلا لايك بتاعك الحلو والاشتراك عشان يوصلك كل جديد مني. تعالي بقى اما اقولك احنا بنعمل ايه. بنغطسها كلها في الدقيق. اهم حاجة النشا، حطي معلقتين 2 كبار نشا على كوباية، على مثلا كوباية دقيق. خلاص ركزي معايا. والبهارات انا طبعا قلتلكوا على البهارات اللي انا حطاها في الفراخ، حطيها فيها. يلا اول مرحله احنا هنغطس كله في الدقيق ونركنه على جنب كده في طبق. طبعا الحله مليانه، انا بعمل حله بحط فيها زيت كتير عشان طول ما الزيت كتير وسخن تطلع مقرمشه وتطلع تحفه. صدقيني الوصفه جميله جميله وهتعجبك جدا، وجربيها ومش هتندمي. كله بقى كله، خلي كله يوصل دي لجنابه كله، حتى لو فيها فتحات تدخل لها الدقيق. كملي بقى كله كده بالدقيق.
تدعيلي والله والله هتدعيلي. عايزه اللايك بتاعك الحلو ودعوه حلوه منك، وتقوليلي الاكله بتاعتي انتي وصلتي معايا لفين وجربتي ولا لا، ولو ما جربتيش يبقى فايتك كتير. دول الدبابيس خلاص. انا كنت عامله دبابيس وصدور. نزلت بقى ايه التتبيله دي، قلت احطها في التلج، كده كده كل الطعم بياخد من بعضه. فانا اهو نزلت بالدبوس بالصدر في الميه، ورحت حطاه في الدقيق وهقلب بقى. قلبي بقى كل ده في الدقيق. بصي شوفي الجمال ما شاء الله. هي اصلا عملت كفر لوحدها، عايزه تعملي كفر كمان نزليها تاني الميه وارجعي حطها في الدقيق. الزيت كان سخن، رحت حطيت اول دور وجيت عشان نكمل مع بعض. انا طبعا حطيت الدور والزيت سخن. اول ما نزلت في ثانيه كانت بتاخد لون. والصدور طبعا اكمن انا مكسره كمان الجناحه والحاجات دي ما فيهاش عظم، ما خدتش مني سوا كتير خالص. لو وراك اقولك بتاخد سوا، بتهدي بعد ما يعني اول ما تنزليها تبدا تاخد لون، هدي عليها. بصي الشكل. الحله دي طبعا انا مخصصاها للزيت، فعشان كده بقلي فيها ومليانه زيت مليانه. اللهم صل على النبي. انا كنت بقى جايبه خس وجايبه كابوتشي. بصي يا ستي، انتي بتقطعي مثلا نص الكابوتشي. كميه الكابوتشي اللي هتحطيها قطعي نصها خس كابوتشي. خلاص. نزلت بقى بالجزر. الجزر كان عندي في الفريزر طبعا، مستغناش عنه. انا قلت لكم ان انا بحتاجه في كل حاجه، ودايما لما بجيب جزر قبل ما يبوظ مني بكون مخزناه في الفريزر، بيطلع عندي تحفه وبستخدمه في اي حاجه انا عايزاها، ما فيش حاجه بتبوظ عندي. انزلي بقى ايه بشويه اللبن بقى اللي عليه كده. يا اللبن خرج بره. يلا خير كل حاجه خير. انزلي بشويه لبن محترمين. خلاص. انا بقى ما كانش عندي عسل نحل، فالجيش قال لي اتصرفي. تعالوا بقى اما اقول لكم انا هتصرف ازاي، هتصرف اعمل ايه. نزلت بقى بالمايونيز الاول. خلاص. وبعد كده هجيب اللبن احط عليه سكر وادوبه واحطه للكروسلو. بصي انا الكروسلو بتاعي ملوش تاني خلاص. بصي يعني تقارنيه بتاع بره ده لا، انا طول عمري وانا بعمله كده، وفعلا هو زي اللي بره. انا جربت اللي بره 100 مره بتاع الاماكن المشهوره، وانتوا عارفين ان اقصد على ايه. انا جربته، لا بتاعي احسن. هو زيه بس انا بتاعي معمول في البيت وقدام عيني. انا هنا بقى خلاص كنت عماله اطلع في الفراخ. بصوا المنظر، بصوا الحلاوه ما شاء الله، الله اكبر ما شاء الله، بجد تحفه. وصفه حلوه وهتعجبك. انزلي يلا بمعلقه كبيره سكر، شويه لبن، دوبي السكر في اللبن وانزلي عليهم على الكروسلو. احنا كده حطينا مايونيز. انا ما بعايرش يا جماعه، انا بحط بالوايم، لو عايزه تاني بحط، مفيش اي مشكله. اقلب بقى ايه اللبن مع السكر وهنزل عليه. ادي الكروسلو هنقول تاني وتالت ورابع. انتي بتحطي جزر، مفيش جزر عادي، مفيش عسل مش مشكلة. الاساسي مايونيز واللبن دول اساسيين. مفيش عسل هنحط سكر بس. عندك كابوتشي من الاحمر ده حطي، بس انا مش عايزة بصراحة. انا حطيت بقى ايه شوية اللي قطعتهم بشرتهم من الخس، وشوية اللي بشرتهم من الكرنب اللي هو الكابوتشي ده، وشوية الجزر واللبن والمايونيز. قلبي بقى كله في بعضه. بصي ما شاء الله. يلا بألف هنا، وان شاء الله ما هستنى منك التعليق الحلو لما تجربي الوصفة بتاعتي.